بانتهاء انتخابات مجلس الشورى حزب الوفد عنده 60 مقعد. والحقيقة ده رقم متواضع جدا لحزب عريق، أقدم الأحزاب المصرية، أعرق الأحزاب المصرية، حزب يقود الحركة الليبرالية في مصر، حزب المفروض أنه يجمع أصوات المصريين، لكنه تمكن فقط من الحصول على 60 مقعد. أسباب ده من هو مرشح الوفد لرئاسة الجمهورية، مستقبل حزب الوفد. هل نقول خلاص نترحم على التيارات الليبرالية ونقول خلاص يعني خلصت، ليس هذا وقت الليبراليين في مصر، هذا وقت آخر؟ هل في خطة لعودة مرتقبة لهذا الحزب بشكل أفضل؟ الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد هو ضيفنا النهارده. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ لميس. أبتدي بالأحداث الأخيرة. بكرة الحكومة الدكتور الجنزوري هيلقي بيان هام في مجلس الشعب. هل أنتوا كحزب الوفد، الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، متوقعين ايه من البيان ده؟ وهل اتكلمتوا مع الحريه والعداله بخصوص سحب ثقه مش سحب ثقه؟ يعني ماذا لا الحقيقه لا بنتحدث في مساله سحب الثقه، ونحن داخل حزب الوفد نرى يعني أن استمرار هذه الحكومه الى حين تشكيل حكومه من رحم ثوره 25 يناير، حكومه تشكلها الاغلبيه البرلمانيه بعد انتخابات الرئاسه. يعني اداء الدكتور الجنزوري في هذه الفتره كحكومه تسيير اعمال ما فيش شك انه اداؤه الى حد كبير جيد، وانا ضد مساله سحب الثقه من حكومه الدكتور جنزوري في هذه المرحله الحرجه اللي احنا بنمر بيها. وبالتالي كل الكلام عن وجود حكومه ائتلافيه وان الحريه والعداله يفكر في حكومه ائتلافيه يكون معاه الوفد فيها وعدد من الاحزاب الاخرى لا اساس له من الصحه. لا اعتقد انه يعني عايز اقول لحضرتك احنا فكرنا في هذا الامر يوم احداث بورسعيد. عقدنا اجتماع في حزب الوفد فعلا وفكرنا في تشكيل حكومه انقاذ وطني. كان هناك حدث جلل، توقعنا انه هيتطور، ان الاحداث هتبقى اخطر واخطر، بس يعني الحمد لله استطاعت القوى السياسيه ان تحتوي هذا الموقف. فكرنا او اعلنا ضروره تشكيل حكومه انقاذ وطني، حكومه وحده وطنيه فعلا. لكن فكرنا مين يا فندم؟ حزب الوفد؟ انا دعينا مجموعه من الاحزاب، يعني حضر فيها حزب النور وحضر عدد كبير من الاحزاب والقوى السياسيه، لكن الحريه والعداله الحقيقه ما قدرناش نوصل لهم الدعوه، لان احنا عقدنا الاجتماع الساعه 10:30 يوم الاحداث. فحاولت الاتصال ما وصلتش الدعوه، لكن طلعنا بضروره تشكيل حكومه انقاذ وطني. بعد تجاوز الحدث أنا أرى ألا هناك داعي لتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة ائتلافية في هذه المرحلة، وترك حكومة الدكتور كمال الجنزوري تؤدي دورها. لم يدور أي حوار بيننا وبين الحرية والعدالة عن حكومة ائتلافية في هذه الفترة، بالرغم من أن هناك حوار مستمر. أعتقد أيضا أن حزب النور أعلن هذا الكلام، وبالتالي لو أن هناك اتجاه جادي لتشكيل حكومة ائتلافية أو لتشكيل حكومة عموما، لأن الحرية والعدالة صحيح أنهم أكثرية، ولكن هذه الأكثرية لا تؤهلهم لتشكيل حكومة منفردين، وبالتالي لابد من أن يحاوروا الوفد أو النور حتى يستطيعوا استكمال النسبة التي تؤهلهم لتشكيل حكومة. وبالتالي لم يحدث حوار جاد حول هذه القضية. لم يحدث جاد أو غير جاد الحقيقة. جاد أو غير جاد. لو دخلتم في حكومة حتى بعد انتخاب رئيس جمهورية، تفضل أن يكون الدكتور سيد البدوي هو رئيس الحكومة؟ لا الحقيقة أنا واخد قرار منذ يعني بداية الثورة أنني لن أكون مسؤولا في هذه المرحلة، لن أرشح نفسي رئاسة الجمهورية، وأعلنتها من أكثر من 7 أو 8 أشهر، ولن أكون مسؤولا في مصر كرئيس حكومة أو كمسؤول في أي موقع. بس حضرتك كنت قلت أنك مستعد لتحمل المسؤولية في وقت من الأوقات. كحكومة إنقاذ وطني. قلت لو في حكومة إنقاذ وطني مؤقتة مستعدة أتحمل المسؤولية، إنما حكومة دائمة لا. بعد انتخابات الرئيس حكومة لا. لكن الوفد لو دخل في حكومة ائتلافية بعد برضو انتخابات الرئيس هيصر على أي حقائب وزارية؟ يعني عايز أقول لحضرتك المبدأ من حيث المبدأ لم نحسمه بعد. لكن طبعا لو قرر الوفد فهيكون له حقائب هامه ومؤثره. وانت عارفه ان يعني المرحله القادمه هناك طبعا اتجاهين داخل حزب الوفد، اتجاه يرى اننا لابد ان نتحمل المسؤوليه، واتجاه اخر يرى ان المعارضه هي اسهل شيء في ظل الظروف التي تمر بها مصر، وان البطوله في المعارضه، وهي حقيقه البطوله في المعارضه. لكن حزب الوفد دايما كان حزب معارض. لا في المرحله دي بالذات مؤخرا في المرحله دي، لان الظروف صعبه جدا ومستعصيه على اي حزب او فصيل منفرد، وبالتالي الشجاعه هو اتخاذ قرار المشاركه في هذه الحكومه، لكن لسه ما اتخذناش القرار داخل حزب الوفد. حزب الوفد دلوقتي معارض ولا حزب غير معارض ولا حزب ايه؟ لا يوجد
اولا حزب اغلبيه او معارضه داخل البرلمان، لان لا توجد حكومه نعارضها ولا في حكومه عينها المجلس العسكري. لا، الحكومه الحاليه دي حكومه تسيير اعمال. يعني قصدي اقول ما فيش معارضه واغلبيه داخل البرلمان. يعني انا بتكلم على الاغلبيه والمعارضه داخل البرلمان، لكن مساءله الحكومه، الرقابه، الكلام ده كله طبعا بيمارسه حزب الوفد، مش منطلق معارض، من منطلق انه ممثل للامه تحت قبه البرلمان. لكن متى يكون هناك اغلبيه معارضه؟ عندما تتشكل حكومه تضم قوى الاغلبيه. حصل حضرتك طبعا عن اداء حزب الوفد تحت القبه، لكن اسالك السؤال الاهم، من هو مرشح الرئاسه لحزب الوفد؟ وارجوك اديني اجابه بقى. هقول لك حاجه، يعني حتى الان الوفد لن يكون له مرشح، ده يقينا. من داخل الوفد؟ من داخل الوفد، ده يقينا. يعني صحيح هيحسم يوم الثلاث القادم، لكن احنا قعدنا جلستين في هذا الامر، وهناك اتجاه لعدم وجود او لا يتقدم احد اعضاء حزب الوفد للترشح للرئاسه. عندنا طبعا مرشحين طرحين اسمائهم وشخصيات قويه جدا، ولكن الحقيقه الهيئه العليا في قرارها ان احنا في حاله النهارده بناء تنظيمي للحزب هياخد منها كل الجهد وكل الجهد البشري والمادي وكل شيء لإعادة البناء التنظيمي لحزب الوفد. ليه مالكوش مرشح من داخل الحزب؟ دكتور فؤاد بدراوي اعتقد قال ان الحزب به كوادر كثيرة تستطيع خوض المنافسة، هل شايف ان الوفد ليس به كوادر تستطيع ان تنافس؟ لدينا كوادر كثيرة جدا، لكن معركة انتخابات مجلس الشعب أظهرت أن التنظيم هو أساس المكسب في أي معركة انتخابية. الإخوان المسلمين اعتمدوا على التنظيم من سنة 28، ما فرطوش في التنظيم أبدا. إحنا الوفد التنظيم الوفد كان تنظيم هش، يعني مش عيب في الوفديين، ولكن لأن إحنا مارسنا السياسة 30 سنة في ظل نظام قهري واستبدادي، وكان هناك حصار سياسي وإداري كبير جدا على الوفديين. كان في بداية عودة الوفد أي شخصية تنضم إلى الوفد ينكل بيها. الناس بتقول طب الإخوان المسلمين ده حزب عقائدي، حزب بيجاهد في سبيل الله، يعني لما بيعتقل او يدخل السجن بياخد اجر فبيسير في هذا الاتجاه. لكن الوفد محتاج الى اعاده بناء التنظيمي، وبدانا بالفعل، وده اللي هيمكننا من ان نستعيد دورنا مره اخرى كحزب قائد في مصر إن شاء الله. تخشى أنه إذا رشح الوفد أحد من كوادره تتكرر يعني ما حدث في 2005؟ لا، مستحيل أنه يتكرر. ما حدث في 2005 ده كانت حاجة عارضة، نظام آخر وكانت حاجة عارضة يعني الحقيقة. يعني أقصد بذلك عشان الجمهور بس يبقى عارف، ترشح الدكتور نعمان جمعة أمام رئيس سابق مبارك. لا يعني كانت يعني بشكل أو آخر كانت عدد الأصوات الحقيقة مأساة بالنسبة لنا، لكن ده لا يمكن أن يتكرر. يعني احنا خدنا ما يقرب من 3 مليون صوت في انتخابات مجلس الشعب، لكن انتخابات 2005 خدنا 250,000 صوت. فيعني القصة كانت لا يعني ما تكررش، بس الحقيقة محتاجة إلى إمكانيات مادية ضخمة، والوفد يرى ألا يبدد موارده المالية في هذه المعركة. هل ده معناه أن أنت مش هتدعم رئيس؟ هندعم رئيس، هنتفق على مرشح يتفق مع ثوابت الوفد. يعني احنا لدينا ثوابت، لدينا مبادئ بنؤمن بها، لدينا برنامج نرى أن في تحقيقه خروج مصر من أزمتها الحالية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. المرشح الذي يتوافق مع هذه المبادئ سندعمه، ما فيش شك يعني. هل ده مرشح يعني ثوابت الوفد إذن هو مرشح ليست له خلفية دينية، لا يقوم على تيار ديني ولا؟ يعني في الغالب هيكون مش فكرة يعني الخلفية تنظيميا. ما هي دي ثوابت الوفد، وخلي بالك ولا ثوابت الوفد اتغيرت يا دكتور؟ لا كما هي والله. وثوابت احنا عملنا عمل عظيم جدا والناس ما وقفتش قدامه، اللي هو وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر. هذه الوثيقة التي وقع عليها 43 حزب، ما هي ما أدتش النتيجة يا دكتور في النهاية. هتؤدي امتى؟ عارفة حضرتك هتؤدي في